فجأة شفايفها بتكبر قوي. في الأول لما كانت واقفة قدام المراية بتلاقي شخص غريب ظهر من وراها، ولما بتسأله أنت مين؟ بيقول لها أنا جاي أطلع اللي أنت بتعمليه في الناس، وبيشاور على جسمها وبيخلي جسمها يكبر، وبيشاور كمان على بقها وبيخلي شفايفها بتكبر بطريقة وحشة، والبنت تكون هتتجنن ومش فاهمة إيه اللي بيحصل، وبيخلي جسمها كله عمال يتنفخ وكأنه بينفخ في بالونة، فبتحاول تهرب وجسمها عشان تخينة بتتزنق وما بتعرفش تتحرك، وشفايفها بتكبر أكتر وبيحرك الشمسية، وفجأة البنت وهي واقفة بتفرقع وكأن فرقع بالونة وبيخلص عليها. بعد كده بيروح لأخوها، وأول ما بيجري عليه عشان يدخل تحت الباب بيدخل في الخزنة غصب عنه، وبيقفلوا عليه الباب وبيكون فيها كهرباء عشان ما يحاولش يكسر فيها، وابوه بيدخل ابنه الأوضة وبيقفل عليه عشان كان فاكر ان ده حيوان نادر وهيبيعه وهيكسب من وراه كتير. واول ما بيقرب منه الوحش ده بيحاول يكلمه، ولما بيقرب منه اكتر فجأة بيلاقي بطنه بتتعبه وبتفضل تنفخ كتير، وبيقول له خرجنا وانا هنقذك. هو بيصدق كلامه وبيخرجه فعلا، واول ما بيخرج بيحط السيف في بطنه وابنه بيفضل يزعق وبيحاول يكسر الباب، وبيطلع ان بطنه فيها دهب كتير وبيطلعها بيقول له انت غبي عشان صدقتني، وبيمشوا وبيسيبه كده.